إنما كان كل يوم يمر علينا زي ما احنا متعودين بإحساسنا إنه هو موجود معانا وقريب مننا. وكل القداسات اللي احنا كنا بنذكره فيها، في التراحيم، في التماجيد، في كل الصلوات بنذكر سيدنا المطران. وكان عندنا إحساس إنه هو بيشاركنا هذا الإحساس، وإنه هو بما إنه كانت خدمته وكرازته حية في خدمة إبرشية الجيزة طوال 49 عام، برضه ما زالت وستظل هذه الخدمة حية واضحة، وإحنا حاسين بالبركة اللي هو تركها وزرعها، وتكثر وتنمو هذه البركة في كل الإبرشية. في الحقيقة مع تعلقنا وتعلقي أنا الشديد بنيافة الأنبا دوماديوس، كنت أحس إنه هو كأنه مسافر إلى مكان وسيعود، وأحيانا الواحد كان يتأثر بعدم رؤيته ليه. فهو من الإحساس المتبادل المشترك في حاجتين طمنونا جدا في إنه هو موجود معانا. منظر من المناظر اللي الواحد اتأثر بها جدا وحس إنه هو موجود وفي مكان حلو، ربنا اداله مكافأته على تعب خدمته وكل ما حصده، إنما هو موجود في السماء وربنا بيمتعه بالمكان اللي هو موجود فيه. إن أنا شفته في حلم كده إنه هو موجود في مكان أخضر جميل، وكان موجود بجوار مريمينا في أنبوبة كبيرة، وواقف قدامه المتنيح مثلث الرحمات البابا كيرلس السادس. فده اداني يعني إنه هناك حياة في الفردوس واطمئنان على وجوده في مكان هو كان بيعد ليه، وكان عشرته مع القديسين وأبائه إن هم يحتفلوا بوجوده في الفردوس مع القديسين. الحقيقة منظر تاني برضو مؤثر جدا للغاية. في يوم من الأيام كنت متأثر وبتكلم معاه في إنه هو بقاله مدة ما شفناهوش، عايزين نشوفه. ونمت فشفت كده إن هو داخل بالكرسي بتاعه، وكنت لما ندخل قليته كنت أقول له كلام بصوت عالي: عامل إيه يا سيدنا؟ أنت صحتك كويسة؟ منور. كلام اللي هو ينتبه ويرد علي بالمشاعر اللي أنا كنت بحس بيها، إنه هو يعني حاسس بأن أنا بقول إيه. فهو داخل بالكرسي بتاعه وأنا بقول له: أنت فين؟ بقالك مدة ما شفناكش، اتأخرت علينا، أنت كنت فين؟ فهو وقاعد على الكرسي رد مباشرة وبصوت حلو: أنا في الفردوس. لما قال أنا في الفردوس فدخلت سلمت عليه كالمعتاد، وهو حط إيده زي ما كان بيعمل وخدني في حضنه وصلى. فالحقيقة هذه المناظر اللي بتعطينا طمأنينة عن أن هناك الحياة المقدسة التي رغب فيها القديسين وهم على الأرض، فهم استحقوا هذه المكانة. هو تعب كثيرا وكان أمين في خدمته، وكان يبذل كل الجهد، وكان يسعى لكل لحظة يعمل فيها خير من أجل اسم المسيح له المجد. فالحقيقة كل ما تعب فيه، إنما كل هذه الأتعاب ترجمت إلى خزائن في السماء، وهذه الخزائن فتحت حينما
وصل إلى الفردوس ووقف أمام العرش الإلهي وإدى حساب عن وكالته، والله أعطاه النعيم الدائم والراحة الأبدية. فعشان كده سيدنا دايما بيجي لنا من آن لآخر ونحس بوجوده معانا، وحاسين إن هو مفيش حاجة اتغيرت في حياة الجيزة، ودي البركة اللي هي مستمرة. يعني أنا ما غيرتش أي شيء، حتى كل الصور بتاعته كل حاجة موجودة زي كما هي بالظبط، مش بإحساس إن هو موجود، لكن بدي حقيقة إن هو موجود في حياتنا. والبركة اللي سابها في الجيزة إنما تظل إلى سنين وإلى أجيال كتيرة، كلنا بناخد بركته ونتمتع بيه. والحقيقة إنه الواحد لما ينظر إلى الكتاب المقدس وفي سفر صموئيل 2:12-23 لما داود قال أنا ذاهب إليه أما هو فلا يرجع إلي، فإحنا بنستعد إن إحنا فعلا نسير على الدرب اللي هم ساروا فيه، درب القداسة والتقوى ومخافة الله، ولكن بصلواتهم وطلباتهم وشفاعاتهم أمام عرش النعمة، عشان ربنا يدينا أمانة مسيحية أرثوذكسية إلى النفس الأخير، نقدم كل هم قدموه وما هم يتمنوا إن احنا نكون أمناء في خدمتنا، عشان يكون لنا نصيب في فردوس النعيم. ربنا ينيح روح سيدنا المطران الأنبا دوماديوس، لإلهنا المجد الدائم من الآن ولا الأبد، آمين.